بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يلا بينا نعمل النهاردة بقى مع بعض كده طبق شوربة العدس بالشعرية، وجنبها كمان العيش المحمص بتاع المطاعم. هاتي بقى، انا جايبة ده ربع كيلو من العدس الاصفر، طبعا يكون اللي لونه غامق ده. اغسليه كويس جدا لغاية ما تلاقي المية لونها بقى نضيف. حطي بقى عليه فصين من الحبهان. عندي بقى الخضار بتاعي طماطم وجزر وبصل وفلفل حار، ومعاها فصين من الثوم. لو حابة تحطي فلفل ألوان كمان بيزيدوا غناوة كمان. بنحط عليه المية، مية عادية من الحنفية، نولع عليه على نار متوسطة بقى كده لغاية ما يستوي. سويه تماما لغاية ما تلاقي العدس والخضار اتهرى خالص معاكي بالشكل ده. نروح بقى نضربه في الخلاط عشان ينعمه كويس. طبعا لو عندك الهاند بلندر اضربيه على طول في الهاند بلندر. انا بحب اصفيه بعد ما اضربه في الخلاط علشان ما يبقاش فيه اي تفل من الطماطم ولا اي حاجة. لو حابة تعملي شوربة بس من غير بقى الشعرية، هتولعي عليه النار وتضيفيله التوابل اللي هنحطها وبس. احنا بقى هنعمله بالشعرية. معلقة بقى حطي فيها كده معلقتين كبار من السمنة، بننزل عليهم بنص كوباية من الشعرية. ما تكتريش الشعرية علشان ما يبقاش تقيل قوي معاكي. لو وصلنا لحد هنا بقى اتمنى تكوني عملتي اللايك والكومنت الجميل. الشعرية تحمريها لغاية ما تاخد اللون الذهبي. ما تخليش الشعرية تبقى فاتحة علشان خاطر لما تيجي تحطي العدس ما تلاقيهاش ابيضت معاكي، ويبقى لونها مش ما تبقاش باينة كده في العدس وتعجن. لازم تخليها تاخد اللون الذهبي. العدس دلوقتي انا مولعة عليه يغلي، علشان انا بحب احطه على الشعرية يكون مغلي. لما بتنزلي العدس على الشعرية لو بارد هتلاقي الشعرية كلكعت منك وعجنت، لكن العدس مغلي والشعرية متحمرة عمرها ما تعجن منك. الشعرية بتاخد اللون الذهبي بقى، ننزل عليها بالعدس بتاعنا. وانا كان عندي شوربة فغليت شوية شوربة كده. لو مش عندك طبعا هتزودي مية مغلية ومعاها مكعب مرق الدجاج، لكن الشوربة بتديله طعم طبعا احسن. زي ما انت شايفة خد اللون الجميل ده. ننزل بقى بالعدس بتاعنا، بيغلي على طول لان العدس بتاعنا مغلي والشعرية سخنة. وننزل عليها بقى بالتوابل بتاعتنا. التوابل بتاعتنا عبارة عن نص معلقة ملح، رشة من السبع بهارات، ورشة من الفلفل الأسمر، ونص معلقة من الكمون. نص معلقة ملح، نص معلقة كمون، رشة من السبع بهارات، ورشة من الفلفل الأسمر. لو حابة تدعمي اللون أكتر من كده حطيله معلقة واحدة من الصلصة، لكن أنا بالنسبة لي اللون بتاعه كده مظبوط جدا. بنديله تقليبة ونسيبه بقى يغلي، يغلي كويس جدا. تطفي عليه وتسيب الشعرية تستوي في البخار. يعني أنا مش بسوي الشعرية على النار، مجرد ما بيغلي زي ما انت شايفة كده، كده الشعرية لسه مستوتش. أنا بطفي عليه في الوقت ده بقى واغطيه، بيستوي في البخار وتلاقي الشعرية باينة معاكي كده، ولا معجنة ولا مهرية ولا حاجة. ونروح بقى نعمل العيش المحمص الجميل بتاع المطاعم اللي الولاد لما بيجيبوه مع الكشري بيتخانقوا عليه. العيش الابيض العادي بتاعنا. انا بالنسبه لي العيش ده اللي انا بخبزه. عايزه تقطعيه بايديكي عادي، طبعا بالمقص هيبقى شكله اشيك زي اللي بيبقى جاي كده في المطاعم. قطعيه مربعات كده على قد الحجم اللي انت حباه، وطبعا تسلكيه ما يبقاش لازق في بعضه. آه ونيجي بقى للتحمير. زيت غزير سخن تنزلي فيه العيش، ما بياخدش دقيقتين تقريبا على النار. زي ما انت شايفة بقى كده اهو، يا دوبك دقيقتين بالظبط على النار بيكون اتحمص. بتطلعيه على مناديل يطلع بالجمال ده، مقرمش وجميل وطعمه كان تحفة.
انا كده خلصت الفيديو بتاع النهارده، اتمنى تجربيه بطريقتي، ولو عجبك ما تنسيش تدعميني بلايك. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.